الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كان اسمي نجوى إبراهيم سرجيوس، ودلوقتي بقيت فاطمة إبراهيم إسلام عبد الرحمن، ودخلت الإسلام مقتنعة بالإسلام لأني عرفت إن هو دين حق، وكنت الأول عايشة على باطل وأنا أسلمت لوجه الله تعالى. ما حدش أرغمني على الإسلام، أنا اللي رحت لغاية الأزهر وأسلمت بنفسي وطلبت منهم إن أنا أسلم، والحمد لله دلوقتي أنا عايشة كويسة، أنا وأولادي مقتنعين بالإسلام، وبنتي كمان مقتنعة بالإسلام والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت مسيحية، اسمي مارينا ماجد ميخائيل، وكنت عايشة في العاشر من رمضان، وأسلمت عن اقتناع. بقى اسمي دلوقتي حبيبة. القصة ابتدت إن أنا شفت على موبايل واحدة صاحبتي قصة بنت مسيحية في اسكندرية أسلمت بسبب نشيد الأنشاد، فابتديت ان انا ادور وفتحت الانجيل فعلا وقريت، لقيت ان كلام زي كده ما ينفعش ان هو يبقى موجود في كتاب مقدس، كتاب الهي. فابتديت ادور ودخلت على النت وشفت مناظرات الشيخ احمد ديدات، في منهم مناظره بتتكلم عن فعلا ان الانجيل هو كتاب الله ولا لا، لان في حاجات مذكوره فيه ما ينفعش ان هي بني ادم يكون على دين صح ان هي تتعمل. والحمد لله انا اسلمت لوجه الله تعالى ومقتنعه بالاسلام، محدش ارغمني، وربنا يتقبل مننا. جل قدره لك الحمد صمتا لك الحمد.